يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم يعود عليكم يا رب الايام بخير. اول يوم رمضان ولازم بقى نعمل حاجة كده تشرف وحاجة آه، تملى القلب كده والعين والسفرة، حاجة كده في منتهى الجمال. هنعمل مع بعض النهاردة سفرتنا لذيذة جدا، اتمنى اني افيدك ولو بمعلومة بسيطة او تاخدي مني اي فكرة تقدري تنفذيها. هنعمل ديك رومي مع بعض مع شوية رز بسمتي مع بقى ايه شوية ورق عنب والكلام ده كله اللي انتي شفتيه. اول حاجة يا بنات هنعمل ايه؟ هننضف الديك الرومي بتاعنا جدا كويس جدا، سواء بقى نص زي كده او كامل، هي نفس ايه، نفس الطريقة. اول حاجة بتغسليه كويس جدا بالملح والدقيق والليمون وتشطفيه، وبعدين تغسليه مرة كالتاني ببرضو ملح وليمون وممكن معلقة طحينة. وبعد ما تغسليه كويس جدا بنعمل له ايه يا بنات؟ بنعمل له محلول نقع، بنحط فيه الديك الرومي فترة طويلة علشان يساعد ان اللحم بتاعه يطرى ويستوي معاكي بسرعة، وفي نفس الوقت يحوش اي ريحة زفارة، وبيكون كده ابيض وزي القشطة. محلول النقع ده يا بنات عبارة عن ايه؟ عبارة عن مية فيها 3 معالق سكر، فيها 3 معالق ملح، فيها ربع كوباية خل، فيها عصير ليمون بالقشر بتاعها، وفيها بقى اي منكهات، فيها ورق لوري، فيها قرفة سواء خشب او بودر، وفيها كمان لو عندك قشر برتقان وبصل. كله ده وتنقعي فيه الديك الرومي بتاعك ممكن 4 5 ساعات، وممكن بقى من بالليل لحد الصبح يقعد لك بقى 8 ساعات 9 ساعات. بتكون حاجة لذيذة جدا وبتحوش كل الزفارة، واللحم بيكون طعمه زي العسل. بعدين بتطلعيه تسيبيه يتصفى تماما، مش بتشطفيه ولا اي حاجة، وتسيبيه يتصفى تماما وينشف كده علشان نتبل الديك الرومي بتاعنا. انا هتبله تتبيله بسيطه جدا، او التتبيله اللي هي الاقرب يعني لقلبي، اللي هي ايه، الشرقيه، التتبيله الشرقيه. زي ما انت شايفه كده انا جبت في الخلاط بتاعي، تقدري تستخدمي برضو الكبه او الهاند بلندر. وهنحط بصلايه، هنحط قرن فلفل رومي سواء حامي او بارد، وهنحط طماطمتين، وهنحط بقى التوابل بتاعتنا زي ما انت شايفه، ملح وفلفل وبهارات لحمة وجنزبيل وقرفة وورق لوري يا بنات مطحون وزعتر، وكمان حطيت هريسة. وطبعا هنحط شوية خل وعصير ليمونة كده، ممكن طبعا تعصريها بالقشر يعني وتحطيها بالقشر بتاعها، وممكن عصير الليمون بس. والملح بتاعنا كان يمكن معلقتين أو 3 من الملح. هنيجي بقى وشوية كمان من الزيت، وهنضرب ده كله في الخلاط، وهنتبل الديك الرومي بتاعنا كويس جدا من جوه اللحمة او تحت الصدر وتحت الجلد. وزي ما انتوا شفتوا معايا في اول الفيديو ان انا نغست كده الديك الرومي عشان طبعا التتبيلة تدخل للحم بتاعها، واللحم يحيق وياخد طعم التتبيلة بتاعتي. وكمان يا بنات تقدري تحطي في التتبيلة دي كوباية كده صغيرة من الزبادي. هتتبليه كويس جدا وتدخلي التتبيله في الفتحات وتغطيه بالاسترتش وتسيبيه بقى في التلاجة لحد بقى تاني يوم عند الاستخدام. انا بقى تبلت الكلام ده في بيتي، وبعدين رحت بقى عند بيت بابا كنا هنفطر مع بعض. وبعدين بقى جه وقت التسوية. زي ما انت شايفة انا هسويه في الفرن. جبت ورق ألمونيا وورق زبدة بالشكل ده، وحطيت طبعا الديك الرومي على ورق الزبدة وغطيته كويس جدا. وبعدين بقى تغلفي الديك الرومي كويس جدا زي ما انت شايفة بالطريقة دي. غلفته بورق الفويل كويس جدا، والفرن بتاعتي كانت سخنة على اعلى درجة. وحطيته بقى في الفرن بتاعتي، حطيته في صينية ومن غير اي حاجة ولا مية ولا اي حاجة. وحطيته في الفرن لمدة في الاول مثلا نص ساعة على نار عالية، وبعدين هديت النار مثلا لحد ايه 220، وسبته معايا مثلا بتاع ساعتين او حاجة لحد ما هتلاقيه استوى معاكي.
وبعدين بقى بتكشفي ورق الفويل وتحطيه بقى تحت الشواية يتشمع او يتشوح من جميع من جميع الجوانب، او يحمر يعني كده من جميع الجوانب. هنيجي بقى يا بنات نعمل الرز المبهر. انا عملته معاكم كذا مرة في القناة، بس انا بقى عند بيت بابا وعملته بأبسط طريقة، لان مفيش اي توابل كتير او بهارات كتير. زي ما انت شايفة معلقة السمنة والزيت وابسط الامور عشان تتبلي او تبهري الرز بتاعك. هتحطي ورق لوري وحبهان بس. في طبعا عملته معاكم كذا مره زي ما قلت لك، في طبعا قرفه خشب هتحطي، في لومي هتحطي، في قرنفل هتحطي، الكلام ده كله. والتوابل البودر بتاعتي كانت بهارات فراخ او بهارات لحمه، والكركم بتاعي ورشه كده من القرفه. طبعا لو في بهارات فانتي هتحطي كاري، هتحطي بهارات لحمه وبهارات فراخ، هتحطي كركم، الكلام ده كله. نيجي بقى يا بنات ونسويه عادي خالص زي ما بنسوي الرز بتاعنا. لكل كوباية كوباية ونص من السوائل. وهنقفل بقى عليه ولحد ما يستوي معاكي، هيكون مفلفل وقمر بالشكل ده. الرز ده يا بنات كان رز ابيض مش اصفر، فانتي مش محتاجة انك تنقعيه ولا اي حاجة. هنيجي بقى يا بنات ده بعد ما الرومي بتاعي استوى وولعت عليه بقى كده الشواية وخد لون كده قمر من جميع كده الجوانب. كان بالحلاوة والطعامة اللي انتوا شايفينها دي. دايب جدا ومستوي وطعمه حلو جدا. جربي الطريقة دي، هي طريقة بسيطة وحلوة جدا، ان شاء الله تجربيها وتعجبك. عملنا جنبه ورق عنب وسلطة، وعملنا جنبه طبق كده ملوخية خضراء وشوية لسان عصفور. والحمد لله على كده، وبكميات طبعا قليلة علشان الحاجة ما تقعدش لتاني يوم وتضطري انك تسخني والكلام ده كله. شايفين شكله بسم الله ما شاء الله حلو جدا. جربي الوصفة. طبعا لو عندك مكسرات هتحطي على الوش مكسرات بدل البقدونس ده، فيعني على حسب التكلفة بتاعتك. بس الأكل كان زي العسل، وكل سنة وانتوا طيبين. جربوا الطريقة بتاعتي أو السفرة بتاعتي وإن شاء الله تعجبك جدا. واستنوني في فيديو جديد. باي باي.